أماني حسن محمد. حابة يعني هوايتي من صغيرة الرسم، وكانت الخياطة بس تركت الخياطة وبدأت بالرسم تقريبا سنة ونص. شجر، جامع، مدرسة، حديقة، مثل هيك يعني. أيام كأن نحن مخيم، يعني أحب أرسم أكثر شيء مخيم عشان نظهر معاناتنا نحن الساكنين بالمخيم. مادلين سرحان حساني. من شي سنة شجر، يعني شكل الطبيعة، وورد، بنات، مخيم زاد أرسم. اسمها رموني، اسم مشتركة لجنة الشؤون الاجتماعية. بمبادرة من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة منبج لدعم أطفال أو بدعم المخيم بشكل كامل، والأخص بذكر أطفال المخيمات. تم إنشاء مجموعة من الأطفال ضمن المخيمات لعدة فرق. في من ضمن هالمجموعة هي فرق رياضية، في فرق مسرح، في فرق رقص، بالإضافة لتنمية مهاراتهم من خلال الرسم. تم تشكيل فرقة تقريبا بحدود من 8 إلى 10 أطفال قادرين على الرسم. تم دعمه من خلال المواد الأولية رسم، من دفتر، أقلام تلوين، أقلام رصاص. طبعا تأتي هذه المبادرة بدعم أطفال المخيمات بشكل عام لتنمية مواهبهم وتنمية قدراتهم، ومحاولة قدر الإمكان تشجيعهم بإخراجهم من الواقع الذي يعيشونه في ضمنه. عملوا معرض رسم خاص بأطفال المخيمات رح يكون على أرض المخيمات بمناسبة يوم الطفل العالمي لنهاية هذا الشهر. بداية السنة 23 على تنمية جميع المواهب ضمن المخيمات، إن كانت مواهب رسم، إن كانت مواهب أعمال يدوية، إن كانت مواهب رياضية، أو حتى